تعالوا بقى كده نتخيل مع بعض شكل تشكيل الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني، خاصة ان احنا عارفين شيكابالا اتصاب وشيكابالا مش موجود. الزمالك المفروض انه هيستعيد خدمات زيزو، عمر جابر، واحمد فتوح، فهيستعيد الباك رايت، الباك ليفت، ونجم الفريق الاول. وخلينا نفكر مع بعض ان شيكابالا في المباراة الاولى ما كانش موفق تماما، خلاص احنا عارفين ان شيكابالا مصاب. وانا يا جماعة بقول شيكابالا لما يلعب لازم يلعب دقايق معينة في الشوط الثاني على الاقل، الورك ريت بتاع الفريق الثاني يكون قل جدا. الزمالك هو اللي مسيطر وهو اللي ضاغط. ان شيكابالا في فكره اللعب من العمق دي كمان بتعمل له زحمه اكتر. شيكابالا محتاج دلوقتي يلعب على طرف من اطراف الملعب، ياخد الكره ويقطم بيها براحته، يبقى عنده جزء من الاريحيه وما يطلبش منه اي مجهود بدني في الارتداد للخلف وهكذا. فالحقيقه شيكابالا ما كانش موفق تماما في مباراه الذهاب. بس تعالوا بقى نتخيل مع بعض شكل فرقه الزمالك هيبقى عامل ازاي في المباراه دي. محمد عواد في حراسه المرمى، اعتقد ان عواد سليم. عمر جابر لو سليم مليون في المية يكون هو الباك رايت، جنبه حمزة المسلوسي، جنبه حسام عبد المجيد، جنبه أحمد فتوح. التشكيل المثالي والأمثل للزمالك في الحالة الدفاعية. طيب افتراضا يعني اللي انا عارفه ان كل لعيبه الزمالك سليمه، لو عمر جابر مش هيكون موجود او هيبقى مصطفى الزناري. طب لو فتوح مش موجود يبقى الزناري باك رايت وعمر جابر باك ليفت، مش ابراهيم نضاي. ابدا ابدا ابدا، لو عمر جابر سليم هو اللي يلعب باك ليفت مش ابراهيم نضاي. الديفولت والطبيعي اللي قلته لكم عمر جابر، حسام، حمزه، واحمد فتوح. نص الملعب الزمالك لازم باثنين في نص الملعب، دونجا ومحمد شحاته. محمد شحاته وجوده في مباراه العوده في منتهى الاهميه للزمالك، اولا عشان هو ودونجا يتبادلوا ان هو يقفله على عبد العزيز عيسى، وفي نفس الوقت ان الزمالك يبدا يستخلص الكوره. ولما الفرقه بتاعه دريمز تضغط يكون الزمالك عنده اثنين في القلب اللي هم دونجا ومحمد شحاته. قدامهم رقم 10 عشان يقرب من ال 18، مش زي ما عمل جوميز المباراه الاولى. احمد حمدي هو البلاي ميكر اللي هيحرك الفرقه كلها، واحمد حمدي في الحاله الدفاعيه يرتد دفاعيا. بالتاكيد زيزو المفروض ان حالته الطبيه كويسه، فزيزو هيكون الجناح اليمين الاساسي للزمالك. الجناح الشمال للزمالك، الزمالك عنده اوبشن ابراهيم نداي، عنده اوبشن مصطفى شلبي. انا اروح لابراهيم نداي. اولا مصطفى شلبي انا مش حاسس ان الجيم ده بتاعه، مش حاسس ان التحولات هتبقى برضه منطقيه. انا بشوف ان ابراهيم نداي عمل شوط تاني كويس جدا لما اتحرر من فكره الديفنس، واكتر من عرضيه متقنه، والراجل بيلعب كويس بدماغه وبيقطم يبقى جناح تاني. وفي نفس الوقت حر في ماتش صعب، فالزمالك محتاج لعيب تاني برضه ما يستسلمش، يكون عنده قوه انه يرتد دفاعيا كمان عشان يقفل مع احمد فتوح. لان ابراهيم نضاي اصلا كان بيلعب باك ليفت الماتش اللي فات، مش خطير، لكن يرجع يقفل مع فتوح. يبقى الزمالك عنده جبهتين في الحاله الدفاعيه، عمر جابر زيزو، فتوح مع ابراهيم نضاي، وفي نص الملعب فيه دونجا وشحاته، وقدامهم احمد حمدي، والاختيار الفرود هو سيف الجزيري. انا بشوف ان ده التشكيل الانسب للزمالك. ما اعتقدش ان متيابه ليه دور من اول الجيم ابدا، ما اعتقدش ان سامسون ليه دور من اول الجيم ابدا. فالزمالك هنا عنده هيبقى سنه، يعني انه يبدا يبقى عنده مصطفى الزناري بره، عنده مصطفى شلبي بره، عنده سامسون اكينولا بره، عنده ترافيس متيابه. واعتقد ده التشكيل الانسب والافضل للزمالك في الحاله الهجوميه. في الحاله الدفاعيه وان شاء الله الزمالك يرجع كسبان. وقولوا لي رايكم في التشكيل، ولو عندكم تعديلات معينه ابعتوها لنا في الكومنتس.